بيان صادر عن جهاز المخابرات الوطني العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه الضربات الاستباقية إلى الخلايا الإرهابية، وتزامنا مع انتصارات جيشنا الباسل وقواتنا الأمنية والحشد الشعبي في تحرير مدينة الفلوجة العزيزة، واستمرارا لعمليتي الشهاب الثاقب الأولى والثانية، وبعد التوكل على الله فقد تمكن أبناؤكم من منتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع محكمة التحقيق المركزية وقيادات عمليات بغداد وديالا وبابل من تنفيذ عملية الصقر الخاطف التي أسفرت عن تفكيك الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بالعمليات المسماة بغزوة رمضان، حيث تم إلقاء القبض على 40 إرهابيا وبمستويات قيادية مختلفة. لقد حاولت عصابات داعش الإجرامية استغلال بعض الثغرات الأمنية والقيام بعمليات إرهابية، إلا أن يقظة ضباط جهاز المخابرات الوطني العراقي ومنتسبيه وبالتعاون مع المواطنين أحبطت تلك العمليات الجبانة وحفظت أرواح العراقيين وممتلكاتهم، ومنها استهداف التجمعات المدنية كالأسواق والجوامع والحسينيات والكنائس في محافظتي بغداد وديالا. ومن هنا فإننا نهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع الأجهزة المختصة بالإبلاغ عن هذه العناصر الشاذة للحد من العبث بأمن العراق العزيز وسلامته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاز المخابرات الوطني العراقي. ها هم. أمير قاطع بدر الغفاري ولاية ديالى. عامل مخرج تفاونات قاطع ابو ذر الغفاري ولاية ديالى. أمير مفرزة الأمني قاطون والمفرق أبو ذر الغفاري قاطع أبو ذر الغفاري ولاية ديالى. إداري كتيبة الفاروق قاطع الحمزة ولاية الجنوب.
تخطيطهم، غدرهم، عدتهم وأسلحتهم، استسلامهم، داعش دولة في جحور.